يعني حاول تحسبها صح. حاول تحسبها صح. النادي الاهلي مش هيفرط في حقه. هو النادي الاهلي جايبك برقم وليه وفي عقد بينك وبين النادي. فيا اما تلتزم بالعقد ده، النادي الاهلي مش هيتلوي دراعه عشان نبقى متفقين. وانا مع النادي الاهلي ان وسام يقعد دكه لو هو مش راضي يلعب، لان انت مش بمزاجك، انت ماضي عقد. والله لعبت واديت عقدك دوت او قيمتك بتعلى. ما لعبتش واتمرطت وقعدت دكه محدش هيشوفك. ده يعني حاجه واضحه جدا وصريحه. انت دلوقتي بتلعب والمدير الفني اللي في ايده بقى ايه القصه دي، لان احنا كنادي اهلي لا جماهير بتضغط على اداره ان هي تجيب لعيب او تمشي لعيب او تقعد لعيب او تلاعب لعيب جوه الماتشات. احنا ما بنعملش دوت. احنا سايبين، احنا في ظهر الاداره بتاعتنا اللي هي معانا في الفتره اللي هي بتاعتها الانتخابيه اللي هم الاربع سنين وكده. احنا معاهم في ظهرهم. الاداره مديه صلاحيات للمدير الفني، انت الرئيس بتاع المركز. فما حدش بيتدخل مع المدير الفني. فالمدير الفني اللي في ايديه ان هو يلعبك او ما يلعبكش او يلاعب عليك حد. هو شايفك كويس هيلاعبك، شايفك مش قد كده هيلاعب واحد عليك. طب انت جيت ما كانش فيه طبعا مهاجمين في الاهلي، ومحمد شريف خدها من قصيرها ومشي، وكهربا طلع لك اعاره ومشي، وكولر كان بيلاعبك ومعتمد عليك بشكل اساسي. ربنا كرمك بقيت رقم واحد في النادي الاهلي. وطبعا طبعا انك انت من اصول فلسطينيه، الجماهير وقفت في ظهرك. جمهور مصر كله، اي فرقه انت كنت لما بتجيب جون في اي فرقه جماهيريه بنلعبها في الدوري كان الفرقتين بيفرحوا لك. مش الاهلي بس، مش جمهور الاهلي بس، لا الجمهور كلها. سواء احنا او كنا بنلعب اسماعيلي او اتحاد او مصري او زمالك حتى، كان والله الناس فرحانه بيك ومبسوطه بيك وما كانوش بيتضايقوا لما انت بتجيب جول فيهم. فدي حاجه انت المفروض تحطها في دماغك وتستوعبها، ان انت في مصر بتتعامل على انك مصري فعلا. يعني دي حاجه المفروض تفكر فيها. هتلعب وتأدي تمام. النادي الاهلي عرض ان هو مش هيبيعك اقل من 10 مليون. جالك عرض ب 8، هتدفع 2 مليون وتمشي، اوكي. زائد طبعا مزايا اللي هي 2.5 مليون دولار. فالاهلي مش هيبيعك اقل من كده. ما هو مش هيديك مثلا انت باقي في عقدك هيديك 8 مليون لحد ما عقدك يخلص، وهو مش هيستفاد حاجه. ما هو جايبك ليه؟ هو جايبك هتلعب بال 8 مليون دول الثلاث سنين اللي باقيين لك. والله لعبت واديت تمام، ما لعبتش واديت خلاص. هو كده كده ماضي معاك عقد وملتزم بيه، وهيقعدك بيهم دكه لو انت اتمردت او ما لعبتش. هو كده كده انت اتمردت، ما رحتش المعسكر او ما رحتش كان عندك اشاعه ما عملتهاش، اتخصم من عقدك 5%. ده عقد ودي لائحه. ما رحتش المعسكر 10%. مرات تاني وما حضرتش تدريبات هيتخصم منك. انت ماضي عقد معانا هتلتزم بيه. انت بقى لو محترف هتلتزم بيه، هتلاقي الدنيا حلوه وهتلاقي عقدك ممكن في الشتاء اللي جاي تتباع برقم اللي الاهلي عايزه. مش هتلتزم بيه، خلاص يا باشا اقعد ومفيش مشكله عندنا. واحنا كجمهور احنا مع الاداره في اي حاجه تعملها. هتقول للمدير الفني بقى انت انت رقم واحد والكلام، ما مش عنده الكلام دوت. هو الراجل شايفك كويس وهتنجحه هيلاعبك، شايفك وحش ومش قد كده وبتتمرد وبتعمل هيقعدك دكه اكيد. بس فدي قصه وسام برضه مش هنحرق فيها كتير. والجمهور هو اللي عملك، والجمهور هو اللي عنده استعداد ما يعني ما يشوفكش تاني. مش هيشوفك خلاص. احنا ما بنقفش على حد. يعني ياما جه قبلك وياما هيجي بعدك. احنا النادي الاهلي ما بنقفش على حد. هتلعب وتأدي، الجمهور هيشيلك فوق دماغه. وتسيبك بقى من كل الحاجات واللي حصل ده كله. حتى لو المفاوضات وقفت ومفيش انتقال لاي فرقه، حتى فريق قطر اللي كان مقدم عرض ب 8 مليون دوت. آه، العب وودي واحنا معاك. والله احنا مش هنزعل لك ان انت تتنقل لفريق وبتاع، وانت راجل محترف. ما عندناش مشكله خالص. زي ما جيت زي ما هيجي غيرك، ما عندناش اي مشكله معاه. طبعا عوده محمد شريف لبيته. محمد شريف انا كنت بحبه جدا وما زلت طبعا بحبه جدا، ومستني منه بقى ان هو يعني. فاكر بقى يا محمد يا شريف لما كنت بنلعب 4-4-2 وانت بتودي اسيستات وجوان والكلام دوت؟ ارجع تاني اعمل ده. محمد شريف بيرجع للنادي الاهلي بعد